اعمل عمرة الموتور ولا اغير شورت بلوك او موتور كامل؟ وايه الفرق بين الشورت بلوك والموتور الكامل؟ اهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت الملاكي. كتير بيسألوا انا عملت عمرة الموتور بس ما نجحتش، ايه السبب؟ طيب انا عايز اعمل عمرة، هل اعمل عمرة اخش فيها واجازف ولا اجيب موتور كامل واخلص نفسي؟ انا اقدر اقول لك بالمختصر المفيد من 3 سنين او اكتر. لما تيجي تعمل عمرة كان الناس او الصنايعي وصاحب العربية يقول لك اختصارا للوقت والمجهود انزل اجيب لي شورت بلوك بورقه واركبه واريح دماغي واتكل على الله وامشي. وايه اللي يخلي العمرة اللي انا عملتها باظت بسرعة؟ اولا، لو انت داخل على عمرة موتور خد في بالك اول حاجة الصنايعي يكون نضيف وكويس وفاهم وعارف هو بيعمل ايه. تاني حاجة، اماكن قطع الغيار اللي انت هتشتريها، البساتم، الشمايز، كل حاجة، احتياجات العمرة نفسها من مكان نضيف ومعروف وموثوق منه. تالت حاجة، لما تيجي تشتري قطع الغيار اشتري اعلى حاجة وانضف حاجة، ما تستخسرش في عربيتك اي حاجة. لما هتستخسر فيها هتيجي تعمل العمرة بعد الشهر هتيجي تقول لي العمرة ما نجحتش. طب ما انا كان بالاولى اجيب شورت بلوك. انا عندي هعمل موتور، عمرة موتور ولا اجيب شورت بلوك؟ زي ما قلنا من 3 سنين كان عمرة الموتور بنفس تكلفة الشورت بلوك. نتكلم في اول نقطة اللي هي الشورت بلوك وايه هي الموتور الكامل. الشورت بلوك الفرغة نفسها اللي فيها الميكانيكا بتاعت العربية، بساتم، الشمايز. الموتور كامل بيبقى بمستلزمات الشورت بلوك، يعني الشورت بلوك زايد عليه المارش، الدينامو، مستلزمات تشغيل العربية كلها. المستلزمات ديت لو انت محتاجها او هي شغالة عندك يبقى خلاص هتجيب شورت بلوك. فكنا من سنتين تلاتة بننزل نجيب شورت بلوك واحنا حاطين رجل على رجل، لان هي نفس التكلفة بتاعت العمرة كانت مقاربة لنفس التكلفة بتاعت الشورت بلوك. لكن دلوقتي ما عادش ينفع يا صاحبي. الشورت بلوك اللي انا هشتريه، اللي كنت بشتريه مثلا ب 4000 او 5000 جنيه، النهارده وصل ل 30 فيما فوق. وطبعا كل شيء على حسب الموديل وعلى حسب نوع العربيه. فاصبح البديل ليا والاساسي اللي انا هعمله العمره. فالعمره زي ما احنا قلنا ميكانيكي شاطر ما استخسرش فيها قطع الغيار اللي هجيبها. بعد ما عملت العمره فتره التليين، الموتور بيلين عند الميكانيكي مثلا يوم كامل وهي دايره. تاني يوم تبدأ تاخد العربية في الصالونسيه، من سرعة 40 ل60، تاخد يومين تلاتة كده مشي لحد ما تمشي 300 400 كيلو. بعد كده تبدأ تزود من 60 ل100 برضو يومين تلاتة. وبعد كده تتكل على الله آخر الأسبوع، اعتبر العربية كده عمرت واتكل على الله ولا يهمك ودوس زي ما انت عايز. بس أهم حاجة ما تمشيش كتير على سرعة 40 ل60 علشان خاطر برضو العربية ما تكسلش في المشي وتبقى بطيئة تتعود على المشي. لا، لازم تاخدها واحدة واحدة لحد ما تبقى العربية رجعت لوضعها. يبقى كده احنا عرفنا دلوقتي الأفضل اللي احنا هنعمل الشورت بلوك ولا هنعمل العمرة. دلوقتي في الوقت اللي احنا حالي أصبحت إن العمرة هي الإجباري. والعمرة اللي كانت بتعمل 3000 جنيه برضو النهاردة بتوصل أقل حاجة 11000 جنيه، وانت طالع برضو كل حاجة على نوع العربية والموديل بتاعها. يبقى عرفنا ايه الفرق بين الشورت بلوك والموتور الكامل. الفرق ان هو بين دوت ودوت مستلزمات الموتور اللي هي المارش، الدينامو، الحاجات اللي هي زيادات عن الشورت بلوك اللي هي الفرغة نفسها. هعمل عمرة ولا هعمل اجيب شورت بلوك، دي حسب امكانياتك اولا. ثانيا، يفضل دلوقتي ما عادش ينفع طبعا تجيب الشورت بلوك. هتعمل العمرة وانت حاطط رجل على رجل وواثق من الميكانيكي بتاعك، والقطع الغيار اللي انت هتجيبها حاجات اصلية. ما تنساش تدعمونا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات بالحلقات الجديدة. والقاكم على خير ان شاء الله، واتمنى يكون الحلقة بسيطة ومفيدة.
وقدرت ألم كل حاجة انتوا عايزينها، وربنا يوفقكم دايما.